هو لو الميه دخلت جوه بقي تحت الميه هعمل ايه؟ طب ولو جوه الماسك هشيلها ازاي؟ لو يا سلام بقى لو الريجليتور يتخلع من بقي وما لاقوش قدامي هتصرف ازاي؟ تاني محاضرة صديقي من بعد ما اتعلمنا في المحاضرة الأولى ازاي نربط المعدات. تاني واحدة بنعمل ايه؟ أول ما بتبتدي تتعلم تربط معدات ابتدي أقول لك تعالى هناخد بقى المهارات اللي هنعملها تحت المية. والمهارات هي كل مهارات الغوص اللي بتتعلمها تحت المية وفوق المية. بمعنى أدق هي كل المشكلات اللي انت ممكن تواجهها خلال الغوص وبتتعلم ازاي اللي انت تقدر تحلها وتتعامل معاها تحت المية. حلو الكلام؟ حلو. حط في بالك بقى ان كل مهارة ليها اسم وليها إشارة اللي هي إشارة الإيد تحت المية، بشاور لك إشارة معينة تعرف اللي أنا بقول لك على المهارة دي. وليها فاليو يعني قيمة، ليه بتعلمها؟ قيمتها إيه اللي أنا أتعلمها؟ كل مهارة ليها هدف، الهدف اللي انت لازم توصل له عشان اقول لك ان انت فعلا عديت المهاره دي. طيب اول مهاره عندنا وهي الريجليتور كليرنج او نفض الريجليتور، او ازاي اللي انا بقدر اعمل تنظيف للريجليتور بتاعي من الميه. واسمع بقى شرح المدرار في المهارات الممتعه اللي احنا داخلين عليها دي. انت فاكرني ان انا هقول لك نقط ورقم واحد نعمل كذا رقم اتنين نعمل كذا؟ لا طبعا، احنا هنحكي قصه. اول مهاره الاسم ريجليتور كليرنج، الإشارة، الفاليو بقى أو القيمة أو اللي أنا بعملها، ومن هنا تيجي قصتنا. تخيل تبقى ماشي والدنيا تمام وأنت بتتنفس تحت المية وفجأة يجي لك المصور يقول لك اخلع الريجليتور عشان تتصور. يا ابن اللذينة، تختبرني وتشيل الريجليتور وتاخد الصورة بتاعتك. ولازم تعرف قبل ما ترجع الريجليتور هو مليان إيه؟ مية، ولو شديت على طول هتشد إيه؟ مية. أحلى بكبكة وأحلى بانيك أتاك. فلازم أعمل للريجليتور بتاعي أول ما أحطه في بقي تنظيف للريجليتور، وده بيبقى من خلال حاجتين. اول طريقه وهي بنفخ فيه جامد، تاني طريقه وهي بدوس على زرار الفري فلو اللي ورا، وبعد كده ابتدي ان انا اتنفس عادي. طب انا دلوقتي قلت لك الطريقه في الموقف الحقيقي بتعمل ايه، طب بنتعلمها ازاي؟ من خلال اللي انا اول حاجه بيبتدي المدرب يوريني بيقول لي رقم واحد، احلى حاجه في التدريب التقطيع. تقطيع اللي انت تخلي المهاره على عده ارقام. رقم واحد بتنفس واخد نفس كبير. رقم اتنين بايدي اليمين بمسك الريجليتور بتاعي واكون قلبه واطلعه من فمي وابتدي اللي انا اعمل بابلز خفيف زي ما انت شايف كده بالظبط. كل المهارات اللي انت بتعملها في الاول دي بيبقى على الشالو، يعني في الميه الضحله خالص. انت يا دوب شعرك بيبقى طالع بره الميه، ما ينفعش تعملها في العمق. اول حاجه لما باجي اخد نفس واشيل الريجليتور من فمي، لما باجي اقلبه بقلبه وشه لتحت زي ما انت شايف كده، وشه ما بيكونش لفوق. ليه؟ لان لو لفوق كده ضغط الميه هيكون عليه وهيفضل اللي هو يخرج هواء من الريجليتور بتاعك. فانت لما بتشيل الريجليتور بتبتدي اللي انت تطلع بابلز بالراحه خالص، ما بتطلعش كل الهواء. وبعد كده وهو مقلوب برجعه تاني على فمي وامسك في العضتين واقفل بقي كويس، ابتدي اللي انا اخرج نفس او اضغط هنا زي ما انت شايف كده، وابتدي ان انا تحت الميه اتنفس عادي خالص زي الاول. طيب يا صديقي، تخيل بقى تخيل تاني خالص، تخيل ان انت ماشي تحت الميه ومره واحده لقيت الريجليتور بتاعك بيتشد منك. وده بيجيبنا للمهاره التانيه بتاعتنا وهي اسمها ريجليتور ريكفري او استعاده منظم مفقود يا عيني. حلو حلو. ماشي انت في الميه بقى تحت الميه كده ومستمتع بغطستك ومره واحده لقيته اتشد، هعمل ايه؟ ماشي، الحل بسيط طبعا، انت بتدور عليه مش لاقيه. اول حاجه هتميل جهه اليمين كامل متكامل. تاني حاجه ايديك اليمين ديت هتنزل عند ركبتك زي ما انت شايف في الفيديو كده بالظبط، والف بايديا لفه كامله، ولازم هلاقي الريجليتور في ايديا وابتدي ان انا اخده تاني واحطه في بقي كده. طب يا كابتن مصطفى انا كده فهمت السيناريو الحقيقي ممكن يحصل ازاي، تعالى بقى اقولها لك دلوقتي في الكورس بنشرحها ازاي. ارجع للتقطيع. رقم واحد باخد نفس كبير. رقم اتنين ببتدي اللي انا اشيل الريجليتور المره دي، بس المره دي بسيبه خالص. رقم تلاته زي ما انا قلت لك تميل لناحيه اليمين وايديا تنزل تمسك ركبتي وتفضل لازقه في جسمي لغايه ما توصل للتانك من ورا خالص. وزي ما قلت لك طبعا بمجرد ما خلعنا الريجليتور المره دي نفس الكلام، برضو بطلع بابلز صغير والمره دي بسيبه. ايديا هتلف بص لفه كامله دايره كامله لغايه
هبتدي اللي انا الاقيه في ايديا تاني وامسكه، وطبعا برضو بنفض الريجليتور قبل ما ابتدي اللي انا اتنفس تاني. وواحده كمان من اهم المهارات اللي عندنا وهي مهاره الماسك. هتلاقي كل الناس بتقول لك اشتري الماسك بتاعك من البدايه، جيب الماسك بتاعك، وانا معاهم في الراي ده بصراحه. طيب ليه؟ عشان الماسكات اشكال والوان، واحنا كمان وشوشنا مختلفه. ممكن تنزل في اي دايف سايت يبقى جامد جدا وانت مستمتع بيه، بس الماسك مخليك مش عارف تستمتع بالغطسه بتاعتك. طيب انت دلوقتي اقتنعت ان انت لازم تجيب الماسك بتاعك. طيب اختاره ازاي؟ عادي جدا، اول ما تروح الدايف شوب وتشتري الماسك، اي ماسك يعجبك امسكه وقيسه عليك من غير استراب، تحطه على وشك وتبتدي اللي انت تتنفس من الانف، تاخد نفس وتكتمه. لو ثبت كده على وشك يبقى الماسك تمام. طب هل في انواع معينه اشتريها؟ وهل في مواصفات معينه لازم اخد بالي منها؟ بالنسبه للمواصفات لازم يكون ماسك دايفنج سيليكون، والزجاج الامامي دوت حراري معالج مكتوب عليه حرف التي او كلمه تمبرر. اما بقى لو اتكلمنا على البراند يا صديقي، فاكيد يعني براند مودرار هو التوب. ما بحبش اتكلم عن نفسي كتير والله يا صديقي، بس ماسك بالمواصفات دي والسعر ده، وبعدين براند محلي، يعني شجع صناعه بلدك. وعموما كنا عاملين حلقه قبل كده وهنعمل لها حلقه ايه البراند اللي انا اقدر استخدمه وايه الحاجات اللي هي تبقى فت عليا ومناسبه. نرجع بقى لموضوعنا ونتكلم على المهاره اللي هي ماسك كلير او تنظيف الماسك، او لو دخل لي ميه جوه الماسك اعمل ايه. عايز اقول لك ان مهاره تنظيف الماسك دي من المهارات اللي انت دايما بتعملها تحت الميه، او في احوال كتير بيدخل لك ميه في الماسك. فالمهارة الأولى عندنا وهو لو دخل لي شوية مية صغيرين في الماسك بتاعي، المفروض إن أنا أعمل إيه؟ طبعا إحنا دايما عارفين إن أنا نفس داخل نفس خارج بيكون من الفم، فلو دخل لي شوية مية من هنا في الماسك ببتدي إن أنا أعمل حاجة مختلفة تماما، وهي إيه؟ وهي إن أنا ببتدي إن أنا آخد نفس عميق زي ما أنت شايف في الفيديو كده، وابتدي أحط إيديا على الفريم بتاع الماسك من فوق، وابتدي إن أنا أخرج النفس دوت من الانف. طبعا الهواء اللي خارج من الانف كثافته اقل، هيحل محل الميه اللي موجوده، والميه هتخرج من اقرب فتحه. وطبعا وانا بعمل كده بكون باصص لفوق. طبعا احنا كده شرحنا لو المهاره حصلت لي ببتدي ان انا اطلع الميه ازاي. طب بنعملها في الكورس ازاي؟ زي ما احنا اتعودنا، خطوات يا معلم. ارجع للتقطيع بتاعك. رقم واحد، ببتدي اللي انا لازم عشان اعمل السيناريو الحقيقي ادخل ميه جوه الماسك بتاعي، ودي بدخلها من خلال اللي انا بفتح فتحه من فوق وادخل صبعي كده حاجه بسيطه وابتدي انقط ميه. دايما في الاول خلي بالك ان انت لازم تعمل المهاره دي بشويه ميه قليلين عشان تتعود عليها. تاني حاجه تبتدي ان انت تتنفس نفس داخل نفس خارج عادي خالص، وتوصل لمرحله ان انت تاخد نفس داخل كبير. بعد كده تمسك الماسك من عند الفريم من فوق زي ما انت شايف كده بالظبط، وتبتدي ان انت تخرج نفس من الانف بابلز. طبعا الهواء كثافته قليله هيحل محل الميه والميه هتخرج بره، وتتاكد ان انت ضاغط على الفريم مش على السيليكون وبتبص لفوق. شرحنا 3 مهارات النهارده عشان الفيديو ما يبقاش طويل، وعشان تبتدي ان انت تتفرج عليه وتعمله براكتس وتجرب وتشوفه مره واثنين وثلاثه، ولو عجبك شيره مع اصحابك يمكن يعجبهم. المره الجايه ان شاء الله هنكمل بقيه المهارات وبقيه المحاضرات ومش هنغيب عليكم كتير. قولوا لي رايكم في التعليقات والمهارات اللي انتوا عايزين تسمعوا عنها. دمتم سالمين.